النهاردة عملت فراخ مشوية بتتبيلة لذيذة جدا. الأهم هي تركة بسيطة كده هتخليها مش هتاخد وقت في التتبيل، هتبقى طرية جدا وجوسي قوي وطعمها وتتبيلتها لذيذة جدا. أنا اسمي آية بهجت لو أول مرة تشوفوني. هبدأ بالتتبيلة. أول حاجة ضفت طماطماية متوسطة وبصلة متوسطة مقطعاهم. بالنسبة للبهارات هحتاج معلقة صغيرة من الجنزبيل والكمون والثوم البودرة والزعتر والكاري، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة والبابريكا، و2 معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هحتاج كمان حوالي 5 فصوص توم ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. هضيف عليهم معلقة صغيرة من صلصة الطماطم والمستردة أو الخردل، وربع كوباية خل وربع كوباية زيت، وكمان نص كوباية زبادي أو مايونيز. الاتنين بيطروا الفراخ، بس المايونيز بيديها نكهة جميلة جدا. المتاح عندكم استخدموه. بضربهم كويس. كمان بضيف عليهم 2 معلقة صغيرة من السكر، بيدي طعم مميز جدا في الشوي. كده التتبيلة هتبقى جاهزة. بقص الفراخ بالمقص بالشكل ده، وبقطعها من الجزء ده عشان تتفرد معايا كويس. التركة بقى هي اني ادقها بالشكل ده بمطرقة لحمة او نشابة لغاية ما افردها خالص، يعني ده بيطريها جدا عشان بيفتت الانسجة بتاعة اللحمة بتاعتها وبيخليها تشرب التتبيلة بسرعة كبيرة جدا. لازم كده وانا بخبط عليها تعافى عليها شوية لغاية ما تتبطط خالص معايا. بعد كده بنزل عليها بالتتبيلة، بغلف بيها الفرخة وبحط من التتبيلة تحت الجلد كمان. بنسيبها اقل حاجة ساعة. كل ما سبتوها اكتر كل ما النكهة هتظهر اقوى. بس والله هتستغربوا ان ساعة بس هتكون كافية ان الفراخ تطعم بالتتبيلة. وانا سايباها تتبل هحضر سلطة المشويات اللي بتتقدم في المطاعم. الطريقة دي جربتها من شيف، هحط اللينك بتاعه تحت الفيديو. فعلا طعمها لذيذ جدا زي الجاهزة بالظبط. هحتاج فص ثوم مفروم، هحط عليه رشة ملح وفلفل اسود ورشة كزبرة ناشفة وكمون. هقلبهم مع بعض وهتبقى دي الدقة او اساس السلطة بتاعي. هنزل عليهم بطماطمايه واحدة متقطعة صغير، وخيارتين وجزرة مبشورة وبصلة متقطعة جوليان بالشكل ده. 3 معالق كمان كبيرة من الخضرة المفرومة. استخدمت شبت وكزبرة وبقدونس، قطعتهم مع بعض واخدت منهم 3 معالق كبيرة. بقلبهم مع بعض وبنزل بمعلقة كبيرة من عصير الليمون ومعلقة كبيرة من الخل وطماطمتين معصورين. اخر حاجة بنضيف نص كوباية تلج مجروش وكوباية مية ساقعة، وكده هتبقى جاهزة. بسيبها اقل حاجة ساعة في التلاجة قبل التقديم. بالنسبة بقى لسلطة الطحينة، استخدمت نص كوباية من الطحينة، ضفت عليه عصير نص ليمونة او معلقة كبيرة من عصير الليمون. بنضيف الاول حوالي ربع كوباية من المية ونقلب ونشوف القوام. لو احتاجت مية تاني بنضيف. القوام بالنسبة لي كان ممتاز. بضيف عليها كمان فص ثوم مفروم، معلقة صغيرة من الخل وملح ورشة فلفل اسود وكمون، وبقلبهم وهتكون السلطة جاهزة معايا. نرجع للفراخ تاني بقى. بحط الفراخ على ورق زبدة، بدهنها بصلصة من على الوش، بتديها لون ونكهة جميلة جدا. ممكن كمان نرش رشة زيت زيتون. لو متاح عندنا مش اساسي صلصة صويا صوص بندهن بيها الفراخ، بتديها برضو طعم جميل جدا في الشوي. اصلا صلصة الصويا صوص بحبها جدا في الشوي، بتدي نكهة تحفة. بنغطيها بورق زبدة وفويل، ده بيكون في اول الشوي بس. بدخلها فرن سخن على اعلى درجة حرارة. بعد نص ساعة بقلل الحرارة ل200 وبشيل بقى الفويل وورق الزبدة عشان اسيبها تكمل سوا وتاخد لون حلو. غالبا هتاخد معانا من نص ساعة لساعة على حسب وزن الفراخ. كل ده طبعا مش بفتح الشواية خالص، بستخدم الفرن بس، وهتلاقوها بتاخد لون جميل جدا من غير ما نفتح الشواية. بالنسبة بقى لطريقة رز بسمتي مبهر حلو كده يتقدم جنب الفراخ، بحط شوية زيت حوالي ربع كوباية او اقل حاجة بسيطة. بشوح فيهم بصلة متوسطة مفرومة ناعم، بشوحها لغاية ما تصفر، وبعدين بحط عليها فص ثوم مفروم وبشوحه معاها. البهارات اللي هستخدمها ملح ومعلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والكاري والكركم وربع معلقة صغيرة من القرفة والفلفل الاسود. بشوح بقى البهارات وبعدين بنزل بالمية. بنزل بكوباية ونص من المية لكل كوباية ونص رز، لاني بنقع الرز قبل ما اسويه في مية مغلية لمدة نص ساعة، فمش بحتاج اضيف له مية كتير في السوا.
دي برضو تركة مهمة جدا عشان الرز يطلع مفلفل معاك وكده ما يبقاش معجن. الرز طبعا بعد ما بنقعه بغسله كويس جدا وبعدين بنزل بيه بقلبه وبسيبه يستوي على نار عالية لغاية ما يشرب المية كلها، وبعدين بهدي النار خالص واسيبه حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة كمان لغاية ما المية كلها تتبخر ويستوي كويس. شايفين بقى بعد السوا بيكون مفلفل جدا ومش معجن بالشكل ده. ودي الفراخ بعد ما استوت، لو نزل منها عصارة وما اتبخرتش في الشوي بدهنها بيها، او بتدهنوها بزبدة او سمنة وهي سخنة، بتديها لمعة وريحة وطعم رهيب. بنزينها ببقدونس وهتبقى جاهزة. كمان بقدم جنبها رز بسمتي طعمه حلو جدا. سلطة المشويات كمان بقت جاهزة ونزلت ميتها، ليها كده ريحة جميلة جدا ومميزة كأننا قاعدين في مطعم بالظبط. وكمان طعمها نفس طعم السلطة اللي بتتقدم في المطاعم، رهيبة. وكده وجبتنا كلها جاهزة. الطحينة كمان قوامها ممتاز جدا، جربوها وهتدعولي. الفراخ والرز والسلطات طعمهم لذيذ جدا. الفراخ طرية جدا رغم اني سبتها ساعتين بس في التتبيلة، شربت التتبيلة كويس جدا وطالعة طرية جدا ونكهتها جميلة. الصلصة كمان بتديها لون على احمر كده شوية فبيبقى شكلها تحفة. كمان شايفين وانا بقطعها مستوية جدا من جوه وتقريبا دايبة. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم، استنوني في وصفة جديدة قريب بإذن الله.